اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. ايه اصل المقولة دي وليه اتقالت كده؟ وللأسف هل الناس فاكراها بالمعنى او عارفاها او فاهماها بالمعنى الصح بتاعها ولا لا؟ كان زمان ايام العثمانيين كان المصريين عايشين في حالة من الاستبداد ومن الظلم والفقر الشديد جدا بسبب ان الوالي كان بيفرض ضرائب كتير جدا على المصريين. فكانوا بيقولوا لأ بقى، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. المقصود بالجامع هنا هو جامع الضرائب، وكانوا بيسموه المتولي أو الملتزم. تمام. ف من هنا بقى قالت الجملة، ومش مقصود بها خالص الجامع بتاع بيت ربنا، لا، المقصود الجامع بتاع جامع الضرائب. فللأسف الناس كتير بقت تقولها وخلاص، وبقت فعلا كمان بتعملها وبتستخسر تتبرع او تطلع الزكاة او تطلع صدقات في الجامع. تمام. فدي معلومة كده سريعة، ويا رب تكون عجبتكم، وإن شاء الله كده نجيب معلومات تانية أو مقولات سريعة كده تانية. قولوا لنا رأيكم بقى في التعليقات، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، وأشوفكم بقى الفيديو اللي جاي. مع السلامة.